رجعنا لكم مرة تانية وبرحب ترحيب خاص جدا بحبيبتنا هلا عمر اللي مشرفانا ومنورانا. يا اهلا يا اهلا. يا اهلا يا يا لولو. قبل ما نتكلم عن برج الجوزاء عايز اغشش الناس كنا بنتكلم في ايه؟ اوكي ممكن؟ ما انت ما بتحفظش حاجه. ما بقدرش امسك نفسي بما ان انا شخص بيسافر كتير بره مصر وهاله نفس الشيء. كنا قاعدين نحكي عن المطارات وعن الطيارات وعن شركات الطيران وعن حاجات زي كده. في الحقيقه انا اول امبارح كنت مسافر، فكنت مسافر على مش مصر للطيران، كنت مسافر على اليتاليا، شركه الطيران الايطالي. والشهر اللي فات كنت مسافر على مصر للطيران. اللي انا شايفه مش تحيز، طياره مصر للطيران انضف من جوه، اوسع وانضف. وبعدين الكراسي بتاعتها، الكراسي مثلا ايطاليا جلد، فانت قاعده الكرسي ساقع وبتتزحلقي. اوكي كل شويه اجيب نفسي لكن كرسي مصر للطيران مش ماسك نفسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاكل. انت كان عندك تجربه مش حلوه قوي، بس انا عندي تجربه حلوه. انا كان عندي قبل كده تجارب، يعني انا عاده بسافر مصر للطيران بنسبه 80%. الاكل اتحسن. لا انا اخر مره اول مره من انا بقالي 20 سنه بسافر في السنه، ممكن لازم 6-7 مرات معارض. حظك كان وحش المره دي. الحقيقه المره دي انا قهرت يعني. لو ركبتي ايطاليا وكان بزنس يعني. لو ركبتي ايطاليا هتعرفي الاكل الوحش. لا انا عارفه ايطاليا وحش وضيعوا لي شنط قبل كده. لا ايطاليا سيئه. في بقى حاجه بقى، بس احنا ليه بنقارن بالسيء؟ بنقارن بالحلو. لا بلاش تقارني بالحلو. استني بس. مضيفات مصر للطيران والمضيفين في طفره غير عاديه حصلت، فلازم نشكرهم عليهم. وكمان المجله اللي بيحطوها اللي هي حورس اتغيرت جدا وبقت احلى. ده حقيقي بكتير. عقبال الاكل. والمطارات، انا زمان لما كنت بسافر وارجع كنت يا مطارنا وحش قوي، ما بقتش احس بالاحساس ده. لا بقيت يعني انا امبارح، يعني في يوم واحد امبارح كنت في مطار برشلونه، في مطار روما، وجيت على مطار القاهره. الفرق مش فظيع. لا مش زي زمان. صح، الجاب مش واسع. بالظبط. الفجوه بين المطارات ما بقتش واسعه. المطار عندنا هم احلى، بس الفرق مش كبير قوي. لا مش كبير. فدي حاجه كنا عايزين نقولها. بس في تاتشز بقى في النظافه، في النظام، في السوق الحره، في الارينج بتاع الحاجه، في تاتشات كده. دي اللي ناقصه. دي لو اتظبطت هتبقى حاجه جميله. ده حقيقه. عايزه تقولي حاجه ثانيه كنا بنقولها؟ والله الواحد بيتمنى، يعني رغم ان في سلبيات كتيره احنا عايزينها شايفينها عشان نفسنا تبقى بلدنا احلى، وبنقارن دايما لما بنرجع من السفر، بس نسمه الهواء اللي بتدخل، اللي الواحد بيقابلها وهو نازل من المطار داخل على القاهره او داخل قبل ما يدخل الزحمه طبعا، جميله قوي يعني، لا تقارن. حقيقي الوطن وطن مهما كانت احلى من ده بلدنا. حقيقي ده حقيقي. بس كده. طيب بص يا ستي بقى، برج الجوزاء متهمين. ايوه. وفي اشاعات مغرضه طالعه عليهم انهم متقلبين جدا وشيزوفرينيك قوي، عندهم كذا شخصيه. انا شيزوفرينيك. كل صحابي برج الجوزاء دلوقتي هيضربوني. فايه بقى نظامه؟ بيبتدي امتى وبيخلص امتى؟ والاشاعات دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ يعني هي الى حد ما الاعراض صحيحه، بس السبب مش المرض يعني. أوكي. مش هم ما عندهمش شيزوفرينيا. لا هم اولا المواليد بتوع الجوزاء اللي هم من 22/5 ل 21/6. واللي مولود يوم 21/5 هيبقى واخد شويه من 6. والعكس صحيح في الاخر خالص، برضه مولود يوم 21/6 هيبقى واخد من السرطان. غير الاسندنس اللي احنا اتفقنا عليه، البرج الصاعد اللي هو انعكاس اشعه الشمس. لما الشمس بتدخل مكان البرج بتنعكس اشعتها على بقيه احد الابراج من ال 12 حسب خط الطول والعرض في مكان المولود. يعني اللي في القاهره غير اللي في امريكا، غير اللي في السودان، غير اللي في السعوديه، غير اللي في اسيا، في الصين مثلا. الجوزاء كوكبه، الكوكب بتاعه عطارد. خلاص؟ معترض. لا هو انا بهزر. اللي انا عارفه العطارد ده من الكواكب اللي بتؤثر. زمان حتى كنت اقول لكم لما عطارد يتراجع بيحصل لخبطه في المواعيد، بيحصل لخبطه في الذهن، بتبوظ الالكترونكس، الثلاجات بتبوظ، الحاجات دي. فهو دماغه هي اللي عندها طاقه قويه جدا. يعني اصحاب برج الجوزاء بيتميزوا ان هم حادين جدا في الفكر، نقلاتهم بسرعه، اذكياء قوي، ذهنهم سريع الدوران، يعني بيغيروا بيساقوا بسرعه.
لان خلاص بيعرف الحاجه بسرعه عايز غيرها. اوكي. بيزهق جدا من الروتين، بيزهق جدا من الاعمال المكتبيه، بيزهق جدا على النمط الواحد، راجل وست. يزهق جدا من اصحابه، يعني عشان كده بيغيروا لان هم بيزهقوا خلاص. اوكي. الست اللي عايزه تخلي جوزها الجوزاء تفضل تغير لونها، تغير شخصيتها، تغير ستايلها، تغير فكرها. كمان ان هم بيتهموا الرجاله ان هم عينيهم زايغه وبيغيروا من واحده. هي القضيه مش في كده. بالمناسبه بقى المعلومه الصحيحه ان اصحاب برج الجوزاء ما يرتبطوش بالست اللي تثيره جنسيا، لكن يرتبط بالدماغ. لازم يبقى الدماغ اللي قدامه فيها نديه وفيها فكر وفيها حد يعني يربط دماغ. والست لا يمكن تحترم ولا ترتبط باي راجل الا لو دماغه على حد، يعني الحد الادنى انه يبقى زيها. لازم تفضل على طول هي بتحب تلم معلومات، وبيحبوا السفر وبيحبوا المعرفه وبيحبوا التفاصيل وبيحبوا كل حاجه. اوكي فيها اختلاف. فعشان كده بيتهموا بانهم شيزوفرينيك، لانه الست الجوزاء ممكن النهارده ملهاش مزاج تقعد مع اكس من صاحباتها لانها في مود مختلف، فتدور على الصاحبه اللي هي في مودها. فالتانيه تتصور انها الله انا مش صاحبتها، وهكذا. فهم متقلبين في نفسهم، ينعكس على الاخرين. يعني العيب مش منا، العيب فيهم هم. فهم متغيري المزاج جدا، واحنا لازم نحترم ده وما ناخدش عليهم. يعني خلاص كل واحد خلقة ربنا، هنعمل ايه يعني. صحيح. صفاتهم حلوه لان هم عندهم مشاعر وعندهم ذكاء وعندهم بيحبوا يساعدوا الناس قوي، بيحبوا اللي متربيين كويس. وبحط مليون خط لان التربيه بتفرق جدا، لان هم عندهم بذره الكذب. كل الهوائيين، كل الابراج الهوائيه هم ايه؟ اللي هم الجوزاء والدل والميزان. خلوا بالكم. بذره الكذب دي مش بيعملوها عشان كل واحد له راي خاص. الجوزاء يكذب عشان يطلع من موقف، الميزان يكذب عشان يعمل المثاليه اللي في شكل دماغه، الدلو يكذب عشان يكبر دماغه، يعني يخلص الموضوع ويشوف غيره. الهروب من الاكشن نفسه. فلو ما تربوش حلو هيبقى الكذب سيستم، هيبقى عاده، هيبقى عاده في حياته. فالتربيه مهمه جدا، لان كل واحد فينا عنده بذره لو ما اتخدش بالنا منها بتعمل مشاكل. القدره على التركيز، طبعا هو بيركز فتره صغيره قوي. فالام اللي تيجي عندها برج الجوزاء طفل مش لازم تديله حاجه كبيره جدا يذاكرها لحد ما يتعود، لان الانسان كائن اعتيادي. احنا اتفقنا عشان تعوده انه يذاكر ما ينفعش تديله تخليه يذاكر ساعتين ورا بعض، لا يطق ويفقد تركيزه. وهو سهل جدا انه يبقى ديستراكت. يعني لو هو بيذاكر وشاف نحله يسرح بقى في النحله دي جت منين وراحه فين وهتعمل اايه. فهو مشكلته ان هو عنده من اكتر الاطفال اللي يقدروا يعملوا حاجتين مع بعض. يعني ممكن يذاكر ويبقى التلفزيون شغال، هيعرف يركز. عنده قدرات طاقات ذهنيه هايله. وطبعا الشاطر اللي يقدر ينمي الحاجات دي ويكتشف. فهو ايه بقى عيوبه؟ ايه بقى عيوبه؟ ان هو عشان مندفع بيقول كلام بيرد بسرعه، ودي برضو محتاجه تعود منذ الصغر. يبوظ الدنيا، فيجرح حد، يقول كلمه دبش، يغلس على حد بدون لازمه، يتريق على حد او يسخر منه. هو خفيف الظل على فكره، ولكنه احيانا بيبقى مدب. لانه بعدين يندم، بعدين يقول انا مش قصدي، وبعدين ايه يا جماعه الدنيا حلوه احنا في رحله اتبسطوا وخلاص يعني. لكنه هو مندفع جدا في الموضوع ده. مزاجيته بتخليه يضيع فرص، لانه خلاص عنده شغل بس مش في مود الشغل فتبوظ فرصه. او العكس، يعني مزاجه حلو قوي بس مفيش فرصه فيتخانق. محتاج انه يتعود الصبر، لانه برضو كل حاجه بوقتها. هو عايز دلوقتي تتحل المشكله. والسنه دي اصحاب برج الجوزاء هيبقى عندهم مرحله من التغيير في العمل او مشاكل في العمل مش محتاجه اي حاجه غير الصبر. فعلا؟ في الفتره الاخيره من السنه. تربكه كوكبيه هتعمل تاخيرات وحاجات وكده، فهتخليهم بقى عصبيين جدا، لان انا عملت كذا يبقى لازم يبقى كذا. لا، لكل شيء اوان. صحيح. فلازم يتعلموا القصه دي. لازم يتعلموا ان هم ما يحاولوش يبقوا، ساعات بيبقوا قد كده الرجاله بيبقوا ما بيعرفوش يقسوا على عيالهم اطفالهم الابهات،
لكنهم كمان في حزمهم بيبقى مبالغ فيه، يعني لازم يلاقوا منطقه وسط. عارف الناس دي، عارفهم؟ عيالهم بيعانوا قوي ان هم مش بيبقوا فاهمين، يعني بالظبط. يا اما بيدلع قوي يا اما بيزعق ويسخط قوي او يضرب. فالعيال بيطلعوا معقدين في الغالب. الام برضو كذلك. الستات في برج الجوزاء بيحترموا جدا دماغهم، بيحترموا جدا حريتهم. ما ينفعش الراجل اللي يتجوزها يتصور انه يحطها في فريم يبقى بيحلم. هي بتحب التغيير وبتزهق جدا وما عندهاش مانع تعمل كل حاجه في الحياه، بس ما يبقاش شكل سيستم، يعني مش تصحى الصبح تعمل كذا واعمل كذا يجننها. طبعا الاعمال المكتبيه والروتينيه بتجننهم. بيحاولوا بقدر بيحبوا يغيروا في بيتهم. هم يعني من البشر الحلوين اذا كانوا متربيين كويس او احسن تربيتهم في صفاتهم. عيوبهم ممكن نتاقلم عليها لو فهمناها ونديلهم المساحه بتاعتهم. لان الخنقه الست اللي عندها حب امتلاك او الراجل اللي عنده حب امتلاك ما ينفعوش جوازات. اوكي طيب، هل ليهم ايام معينه حلوه وحشه؟ احنا 14 اغسطس معاهم عامل ايه؟ 14 هيبتدي يدخل قصه في الاول بقى. السنه دي احنا كنا بنشتغل في بقاله سنتين شغالين في العمل. فكرينا احنا ليه بنقول 14 اغسطس؟ عشان كوكب المشتري هيمشي من مكانه ويخش برج العذراء. هيبقى هو المشتري هيجيلي انا هيجيلي انا. ايوه احنا نسينا نقول ان ما اعرفش هم نزلوها ولا لا. لا ما نزلوش حاجه. ان هو بيحكموا كوكب عطارد وكوكب المهنه نبتون وكوكب الحب المشتري وكوكب المال القمر. كوكب الصحه والعمل بلوتو. ايوه حاجات هي على الشاشه اهي. دعاء مظبط. كوكب البيت والاسره عطارد. الالوان اللي بيحبوها الازرق والاصفر والبرتقاني المصفر. الوان بتدعم الحب والعلاقات الاجتماعيه وهم مميزين جدا في العلاقات الاجتماعيه. الازرق السماوي. الالوان تدعم الطاقه واكتسابها تعمل له باور. الرمادي والفضي. الاحجار العقيق. المعدن الفضه. الروائح اللافندر والبنفسج من الروائح اللي بتعمل لهم انتعاش نفسي. القيمه اللي هي بيتميز فيها ان هو مرن وعنده قدره توافق، هو متاقلم رائع، يقدر يتأقلم على أي حاجة وعلى أي حد. وعشان كده أكتر قيمة مميزة جدا إن هو عنده فلكسبيليتي، عنده مرونة وبيتوافق في أي ظروف ومع أي ناس. الصفات اللي بيحتاجها للتوازن إن هو يفكر بشكل أعمق ومش سطحي، لأن هو سريع فكتير قوي عقبال ما ينضج ويكتسب خبرات الحياة بياخد قرارات سريعة جدا من غير ما يفكر. بحب بسرعة وبكره بسرعة وبقرب بسرعة وببعد بسرعة وزهقت من الشغل وغيرت شغل. ده كله لازم يحصل نوع من التريث شوية ويفكر بشكل أعمق. حط لنا المعلومات الاسترابات دي تاني من الأول كلها. ولازم هو ما بيحبش حد ينصحه. لازم يتعود ان هو حد، يعني الناس النصيحة حد لاقي يعني بالظبط ما خاب من استشار. فلا اما يحبش حد يقول له ينتقده ولا ينصحه. في نصايح انت تقوليها للامهات والاباء اللي عندهم اولاد وبنات صغيرين في برج الجوزاء؟ في طرق للتربيه معينه؟ طبعا ان هم اولا ما يستعملوش العنف والشده والزعيق. يتعاملوا معاهم بمنطق يعودوهم على التركيز. يعني حتى لو جابوا تمارين وقعدوا مثلا يركز في فتره من كذا لكذا لازم يتعود على التركيز. يعلموهم ان هم يبقوا اكثر هدوءا ويفهموهم شويه شويه. هياخدوا وقت خصوصا في فتره المراهقه. كمان هم عناف بيحبوا مش عناف بمعنى العنف، عناف في التعامل مع عامل زي العربيه اللي الفرامل بتاعتها مفوته شويه. هقول لك انت خلصتي تقريبا مش كده؟ فاضل حاجه صغيره جدا. طب هنزل التتر على الحاجه الصغيره. طيب اوكي واحنا شغالين. اتفضل يا حسام. المفروض ان احنا قلنا الصفات اللي يحتاجها للتوازن ان هو يبقى اكثر عمقا. الصفات اللي بيتميز بيها قدرات حواريه قويه، تواصل قوي، سرعه تفكير وحديه في التفكير، قدره على التعلم السريع. فطبعا كل ما زهق علمه اكتر، زهق جيب له حاجه اكتر، فده انت بتقوي ملكاته جدا. اكتر حاجه بيحتاجها ما يعرفش يقعد لوحده التواصل. يجنن. التواصل بالنسبه له هو كوميونيكيشن، وبالتالي كل الشغل بتاع كوميونيكيشنز هايل فيه. الصفات لازم يبقى يتجنبها راجل وست منذ الطفوله. النميمه، يحب يسمع فينام يعمل له كريازتي فضول. جرح الاخرين باسلوب كلامه المندفع. السطحيه، اختيار كلمات ليها معنيين علشان مش محدد. مش محدد، هو هوائي، كل الهوائيين كده.
ففي مواقف معينه ده بيربك الطرف الاخر فبيبوظ الدنيا، خصوصا لو في الشغل او في الارتباط او في حاجات محدده لازم يبقى اكثر تحديدا. اللي بيتوافق معه طبعا الهوائيين، الميزان والدل، وبيتوهوا بعض يقعدوا يكذبوا على بعض بقى. لا بس بيفهموا بعض، بيحسوا ببعض. اللي بيجد صعوبه معهم في التوافق العذراء والقوس والحوت. انا ما اعرفش اللي يقول لي كلمه ليها معنيين ابدا. جننك عشان انت ترابي. كل الترابيين كده لازم تبقى محدد في الكلام. مع ان انت بقى العذراء بيعمل له دعم عاطفي، بيحس معاه بالامان. يعني اللي مامته عذراء يحس ان الدنيا معاه. يعني الابراج اللي بتساعده في مهنته الحوت بس هو الحاجات اللي بيدعم في اموره الماليه السرطان. السنه دي كلها حلوه، يهتم بصحته كويس قوي، وخصوصا لما يحس باي وعكه. في تغيرات في العلاقات الانسانيه مع الاصحاب، مع الشغل، في دراما كده اكاشن يخليه هادي. لكن السنه بشكل عام حلو قوي. بنتي الحلو ربي يضايقك. بشكرك. ميرسي لهلا عمر على وجودها معانا النهارده. اشكرك شكرا خاص جدا لهلا عمر على وجودها معانا النهارده. لو ما تابعش النهارده الحلقه من البدايه، عندنا اعاده 3 فجرا بتوقيت القاهره. بكره نكون معاكم على الهواء مباشره مع مسابقه فري اقوى سائل لازاله الدهون الصعبه في مصر. وبكره هيكون معانا استاذه شيماء محمد هتعمل فتة الشاورما، واستاذه ايمان السيد هتعمل جمبري سويت اند ساور بالنودلز. وانا بقى بعديهم هقعد مع نفسي كده ومعاكم في المطبخ اعمل واخترع كوكتيلات مع فيتراك. دي فقراتنا بكره. يا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال. شوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا. شكرا ليكم والسلام عليكم. هتعمل له باور الرمادي والفضي، الاحجار العقيق، المعدن الفضه، الروائح اللافندر والبنفسج من الروائح اللي بتعمل لهم انتعاش نفسي. القيمة اللي هي بيتميز فيها ان هو مرن وعنده قدرة توافق، هو متأقلم رائع، يقدر يتأقلم على اي حاجة وعلى اي حد. وعشان كده اكتر قيمة مميزة جدا ان هو عنده فلكسبيليتي، عنده مرونة وبيتوافق في اي ظروف ومع اي ناس. الصفات اللي بيحتاجها للتوازن ان هو يفكر بشكل اعمق ومش سطحي، لان هو سريع فكتير قوي عقبال ما ينضج ويكتسب خبرات الحياه بياخد قرارات سريعه جدا من غير ما يفكر. بحب بسرعه وبكره بسرعه وبقرب بسرعه وببعد بسرعه وزهقت من الشغل وغيرت شغل. ده كله لازم يحصل نوع من التريث شويه ويفكر بشكل اعمق. حط لنا المعلومات الاسترابات دي تاني من الاول كلها ولازم هو ما بيحبش حد ينصحه. لازم يتعود ان هو حد، يعني الناس النصيحه حد لاقي يعني بالظبط ما خاب من استشار. فلما ما يحبش حد يقول له ينتقده ولا ينصحه. في نصايح انت تقوليها للامهات والاباء اللي عندهم اولاد وبنات صغيرين في برج الجوزاء؟ في طرق للتربيه طبعا طبعا. ان هم اولا ما يستعملوش العنف والشده والزعيق، يتعاملوا معاهم بمنطق يعودوهم على التركيز. يعني حتى لو جابوا تمارين وقعدوا مثلا يركز في فتره من كذا لكذا، لازم يتعود على التركيز. يعلموهم ان هم يبقوا اكثر هدوءا ويفهموهم شويه شويه، هياخدوا وقت، خصوصا في فتره المراهقه. كمان هم عناف، بيحبوا مش عناف بمعنى العنف، عناف في التعامل مع عامل زي العربيه اللي الفرامل بتاعتها مفوته شويه. هقول لك انت خلصتي تقريبا، مش كده؟ فاضل حاجه صغيره جدا. طب هنزل التتر على الحاجه الصغيره. طيب اوكي واحنا شغالين. اتفضل يا حسام. المفروض ان احنا قلنا الصفات اللي يحتاجها للتوازن ان هو يبقى اكثر عمقا. الصفات اللي بيتميز بيها قدرات حواريه قويه، تواصل قوي، سرعه تفكير وحديه في التفكير، قدره على التعلم السريع. فطبعا كل ما زهق علمه اكتر، زهق جيب له حاجه اكتر، فده انت بتقوي ملكاته جدا. اكتر حاجه بيحتاجها، ما يعرفش يقعد لوحده، التواصل. يجنن. التواصل بالنسبه له هو كوميونيكيشن، وبالتالي كل الشغل بتاع كوميونيكيشنز هايل فيه. الصفات لازم يبقى يتجنبها راجل وست منذ الطفوله. النميمه، يحب يسمع، فاي نم يعمل له كيوريوزيتي، فضول. جرح الاخرين باسلوب كلامه المندفع. السطحيه، اختيار كلمات ليها معنى. رجعنا لكم مرة تانية، وبرحب ترحيب خاص جدا بحبيبتنا هلا عمر اللي مشرفانا ومنورانا. يا اهلا يا اهلا.
يا اهلا يا ليك يا لولو. ازيك قبل حبيبي؟ ما نتكلم عن برج الجوزاء، عايز اغشش الناس كنا بنتكلم في ايه. اوكي ممكن؟ ما انت ما بتحفظش حاجه. ما بقدرش امسك نفسي بما ان انا شخص بيسافر كتير بره مصر، وهاله نفس الشيء. كنا قاعدين نحكي عن المطارات وعن الطيارات وعن شركات الطيران وعن حاجات زي كده. في الحقيقه انا اول امبارح كنت مسافر، فكنت مسافر على مش مصر للطيران، كنت مسافر على اليتاليا، شركه الطيران الايطالي. والشهر اللي فات كنت مسافر على مصر للطيران. اللي انا شايفه مش تحيز، طياره مصر للطيران انضف من جوه، اوسع وانضف. وبعدين الكراسي بتاعتها، الكراسي مثلا ايطاليا جلد، فانت قاعده الكرسي ساقع وبتتزحلقي. اوكي. كل شويه اجيب نفسي. لكن كرسي مصر للطيران مش ماسك نفسه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الاكل. انت كان عندك تجربه مش حلوه قوي، بس انا عندي تجربه حلوه. انا كان عندي قبل كده تجارب، يعني انا عاده بسافر مصر للطيران بنسبه 80%. الاكل اتحسن. لا انا اخر مره اول مره من انا بقالي 20 سنه بسافر في السنه ممكن لازم 6-7 مرات معارض. حظك كان وحش المره دي. الحقيقه المره دي انا قهرت يعني. لو ركبتي اليتاليا وكان بزنس يعني. لو ركبتي اليتاليا هتعرفي الاكل الوحش. لا انا عارفه اليتاليا وحش، وضيعوا لي شنط قبل كده. لا اليتاليا سيئه. في بقى حاجه بقى، بس احنا ليه بنقارن بالسيء؟ بنقارن بالحلو. لا بلاش تقارني بالحلو. استني بس. مضيفات مصر للطيران والمضيفين في طفره غير عاديه حصلت، فلازم نشكرهم عليهم. وكمان المجله اللي بيحطوها اللي هي حورس اتغيرت جدا وبقت احلى. ده حقيقي بكتير. عقبال الاكل. والمطارات، انا زمان لما كنت بسافر وارجع كنت يا مطارنا وحش قوي، ما بقتش احس بالاحساس ده. لا بقيت يعني انا امبارح، يعني في يوم واحد امبارح كنت في مطار برشلونه، في مطار روما، وجيت على مطار القاهره. الفرق مش فظيع. لا مش زي زمان. الجاب مش واسع. بالظبط. الفجوه بين المطارات ما بقتش واسعه. المطار عندنا هم احلى، بس الفرق مش كبير قوي. لا مش كبير. فدي حاجه كنا عايزين نقولها. بس في تاتشز بقى في النظافه، في النظام، في السوق الحره، في الارينج بتاع الحاجه، في تاتشات كده. دي اللي ناقصه. دي لو اتظبطت هتبقى حاجه جميله. ده حقيقه. عايزه تقولي حاجه ثانيه كنا بنقولها؟ والله الواحد بيتمنى، يعني رغم ان في سلبيات كتيره احنا عايزينها شايفينها عشان نفسنا تبقى بلدنا احلى، وبنقارن دايما لما بنرجع من السفر، بس نسمه الهواء اللي بتدخل، اللي الواحد بيقابلها وهو نازل من مطار داخل على القاهره، او داخل قبل ما يدخل الزحمه طبعا، جميله قوي يعني، لا تقارن. حقيقي الوطن وطن مهما، لانه بعدين يندم، بعدين يقول انا مش قصدي، وبعدين ايه يا جماعه الدنيا حلوه، احنا في رحله اتبسطوا وخلاص يعني. لكنه هو مندفع جدا في الموضوع ده. مزاجيته بتخليه يضيع فرص، لانه خلاص عنده شغل بس مش في مود الشغل، فتبوظ فرصه. اوكي. او العكس، يعني مزاجه حلو قوي بس مفيش فرصه فيتخانق. اوكي. محتاج انه يتعود الصبر، لانه برضو كل حاجه بوقتها. هو عايز دلوقتي تتحل المشكله. اوكي. والسنه دي اصحاب برج الجوزاء هيبقى عندهم مرحله من التغيير في العمل او مشاكل في العمل، مش محتاجه اي حاجه غير الصبر. فعلا؟ في الفتره الاخيره من السنه. اوكي. تربكه كوكبيه هتعمل تاخيرات وحاجات وكده، فهتخليهم بقى عصبيين جدا، لان انا عملت كذا يبقى لازم يبقى كذا. لا، لكل شيء اوان. صحيح. فلازم يتعلموا القصه دي. لازم يتعلموا ان هم ما يحاولوش يبقوا، ساعات بيبقوا قد كده الرجاله بيبقوا ما بيعرفوش يقسوا على عيالهم، اطفالهم، الابهات، لكنهم كمان في حزمهم بيبقى مبالغ فيه، يعني لازم يلاقوا منطقه وسط. عارف الناس دي، عارفهم؟ عيالهم بيعانوا قوي ان هم مش بيبقوا فاهمين، يعني يا اما بيدلع قوي يا اما بيزعق ويسخط قوي او يضرب. فالعيال بيطلعوا معقدين. الام برضو كذلك. الستات في برج الجوزاء بيحترموا جدا دماغهم، بيحترموا جدا حريتهم. ما ينفعش الراجل اللي يتجوزها يتصور انه هحطها في فريم يبقى بيحلم. هي بتحب التغيير وبتزهق جدا، وما عندهاش مانع تعمل كل حاجه في الحياه، بس ما يبقاش شكل سيستم، يعني مش تصحى الصبح تعمل كذا واعمل كذا يجننها. طبعا الاعمال المكتبيه والروتينيه بتجننهم. بيحاولوا بقدر بيحبوا يغيروا في بيتهم. هم يعني من البشر الحلوين اذا كانوا متربيين كويس او احسن تربيتهم في صفاتهم. عيوبهم ممكن نتاقلم عليها لو فهمناها ونديلهم المساحه بتاعتهم. لان الخنقه، الست اللي عندها حب امتلاك او الراجل اللي عنده حب امتلاك ما ينفعوش جوازات. اوكي. طيب
هل ليهم ايام معينه حلوه وحشه؟ احنا 14 اغسطس معاهم عامل ايه؟ 14 هيبتدي يدخل في الاول بقى السنه دي. احنا كنا بنشتغل في بقاله سنتين شغالين في العمل. احنا ليه بنقول 14 اغسطس؟ عشان كوكب المشتري هيمشي من مكانه ويخش برج العذراء. هيبقى هو المشتري هيجيلي انا ايوه. احنا نسينا نقول ان معرفش هما نزلوها ولا لا. لا ما نزلوش حاجه. ان هو بيحكموا كوكب عطارد، وكوكب المهنه نبتون، وكوكب الحب المشتري، وكوكب المال القمر، كوكب الصحه والعمل بلوتو. ايوه الحاجات هي على الشاشه اهي. دعاء مظبط. كوكب البيت والاسره عطارد. الالوان اللي بيحبوها الازرق والاصفر والبرتقاني المصفر. الوان بتدعم الحب والعلاقات الاجتماعيه، وهم مميزين جدا في العلاقات الاجتماعيه. الازرق السماوي. الالوان تدعم الطاقه واكتسابها. كانت احلى من ده حقيقي. ده حقيقي. بس كده. طيب بص يا ستي بقى، برج الجوزاء متهمين. ايوه. وفي اشاعات مغرضه طالعه عليهم انهم متقلبين جدا وشيزوفرينيك قوي، عندهم كذا شخصيه. لا شيزوفرينيك. كل اصحابي برج الجوزاء دلوقتي هيضربوني. فايه بقى النظام وبيبتدي امتى وبيخلص امتى؟ والاشاعات دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ يعني هي الى حد ما الاعراض صحيحه، بس السبب مش المرض يعني. أوكي. مش هم ما عندهمش شيزوفرينيا. لا هم اولا المواليد بتوع الجوزاء اللي هم من 22/5 ل 21/6. واللي مولود يوم 21/5 هيبقى واخد شويه من 6 عشان والعكس صحيح في الاخر خالص برضه. اللي مولود يوم 21/6 هيبقى واخد من السرطان. غير الاسندنس اللي احنا اتفقنا عليه، البرج الصاعد اللي هو انعكاس اشعه الشمس. لما الشمس بتدخل مكان البرج بتنعكس اشعتها على بقيه احد الابراج من ال 12 حسب خط الطول والعرض في مكان المولود. يعني اللي في القاهره غير اللي في امريكا، غير اللي في السودان، غير اللي في السعوديه، غير اللي في اسيا، في الصين مثلا. الجوزاء كوكبه الكوكب بتاعه عطارد. خلاص؟ معترض. لا هو انا بهزر. اللي انا عارفه العطارد ده من الكواكب اللي بتؤثر. زمان حتى كنت اقول لكم لما عطارد يتراجع بيحصل لخبطه في المواعيد، بيحصل لخبطه في الذهن، بتبوظ الالكترونكس، الثلاجات بتبوظ، الحاجات دي. فهو دماغه هي اللي عندها طاقه قويه جدا. يعني اصحاب برج الجوزاء بيتميزوا ان هم حادين جدا في الفكر، نقلاتهم بسرعه، اذكياء قوي، ذهنهم سريع الدوران. يعني بيزهقوا بسرعه، لان خلاص بيعرف الحاجه بسرعه عايز غيرها. بيزهق جدا من الروتين، بيزهق جدا من الاعمال المكتبيه، بيزهق جدا على النمط الواحد. راجل وست يزهق جدا من اصحابه. يعني عشان كده بيغيروا لان هم بيزهقوا خلاص. الست اللي عايزه تخلي جوزها الجوزاء تفضل تغير لونها، تغير شخصيتها، تغير ستايلها، تغير فكرها. كمان ان هم بيتهموا الرجاله ان هم عينيهم زايغه وبيغيروا من واحده. هي القضيه مش في كده. بالمناسبه بقى المعلومه الصحيحه ان اصحاب برج الجوزاء ما يرتبطوش بالست اللي تثيره جنسيا، لكن يرتبط بالدماغ. لازم يبقى الدماغ اللي قدامه فيها نديه وفيها فكر وفيها حد يعني يربط دماغ. والست لا يمكن تحترم ولا ترتبط باي راجل الا لو دماغه على حد، يعني الحد الادنى انه يبقى زيها. لازم تفضل على طول هي بتحب تلم معلومات، وبيحبوا السفر، وبيحبوا المعرفه، وبيحبوا التفاصيل، وبيحبوا كل حاجه. اوكي فيها اختلاف. فعشان كده بيتهموا بان هم شيزوفرينيك، لانه الست الجوزاء ممكن النهارده ملهاش مزاج تقعد مع اكس من صاحباتها لانها في مود مختلف، فتدور على الصاحبه اللي هي في مودها. فالتانيه تتصور انها الله انا مش صاحبتها، وهكذا. فهم متقلبين في نفسهم، بينعكس على الاخرين. يعني العيب مش منا، العيب فيهم هم. فهم متغيري المزاج جدا، واحنا لازم نحترم ده وما ناخدش عليهم. يعني خلاص كل واحد خلقة ربنا، هنعمل ايه يعني. صحيح. صفاتهم حلوه لان هم عندهم مشاعر وعندهم ذكاء وعندهم بيحبوا يساعدوا الناس قوي، بيحبوا اللي متربيين كويس. وبحط مليون خط لان التربيه بتفرق جدا، لان هم عندهم بذره الكذب.
مين؟ كل الهوائيين، كل الابراج الهوائيه. هما ايه؟ اللي هم الجوزاء والدل والميزان. خلوا بالكوا. ها؟ بذرة الكذب دي مش بيعملوها عشان كل واحد له رأي خاص. الجوزاء يكذب عشان يطلع من موقف، الميزان يكذب عشان يعمل المثالية اللي في شكل دماغه، الدلو يكذب عشان يكبر دماغه، يعني يخلص الموضوع ويشوف غيره، الهروب من الأكشن نفسه. فلو ما تربوش حلو هيبقى الكذب سيستم، هيبقى عادة، هيبقى عادة في حياته. فالتربية مهمة جدا، لأن كل واحد فينا عنده بذرة لو ما تاخدش بالنا منها بتعمل مشاكل. القدرة على التركيز، طبعا هو بيركز فترة صغيرة قوي، فالأم اللي تيجي عندها برج الجوزاء طفل مش لازم تديله حاجة كبيرة جدا يذاكرها لحد ما يتعود، لأن الإنسان كائن اعتيادي، احنا اتفقنا عشان تعوده انه يذاكر ما ينفعش تديله تخليه يذاكر ساعتين ورا بعض، لا يزهق يطق ويفقد تركيزه، وهو سهل جدا انه يبقى ديستراكت. يعني لو هو بيذاكر وشاف نحله يسرح بقى في النحله دي جت منين وراحه فين وهتعمل ايه. فهو مشكلته ان هو عنده من اكتر الاطفال اللي يقدروا يعملوا حاجتين مع بعض، يعني ممكن يذاكر ويبقى التلفزيون شغال، هيعرف يركز. عنده قدرات طاقات ذهنيه هايله، وطبعا الشاطر اللي يقدر ينمي الحاجات دي ويكتشف. فهو ايه بقى عيوبه؟ ايه بقى عيوبه؟ ان هو عشان مندفع بيقول كلام بيرد بسرعه، ودي برضو محتاجه تعود منذ الصغر. يبوظ الدنيا، فيجرح حد، يقول كلمه دبش، يغلس على حد بدون لازمه، يتريق على حد او يسخر منه. هو خفيف الظل على فكره، ولكنه احيانا بيبقى مدب.